مرحبا بك. واش ما عجبكش اليوم المقابله ديال الوداد امام بركان؟ السلام عليكم. اول حاجه اخويا اللي ما عجبتنيش في المباراه ديال النادي ديالنا نادي الوداد الرياضي هي سوء التعامل مع اللاعبين بيناتهم، ما كاينش تفاهم بيناتهم، ما كاينش انسجام وشي انتدابات لا علاقه بنادي الوداد الرياضي. مثلا كذاك محروس وكبزاف ديال اللاعبين اسماء عديده خصهم يمشيو بحالاتهم ويخويو الوداد. هذاك سميتو بوهره بزاف ديال اللعابه قدام صافي حي خلات كبير على متوني. اما القضيه الكبيره نديروا الوداد ضعيفه، نديروا بزاف ديال الحوايج، نديروا الوداد ما عندهاش مشكل ديالها كيخص. بغينا نعرفوا داك الاستهداف ديال الحكام اللي كيواجهوا. كيفاش الحكام؟ واش الحكام ما كيتعاملوش؟ مستهدفه الوداد من طرف الجامعه وبالاخص هي القشور، مندوب ديال الحكام مستهدفه الوداد استهداف كبير. 7 المباريات اللي استهدف انا كنتفرج في الحكام. مثلا قبيله في الماتش بطاقه حمراء حدا مربع العمليات، حكم كيقول لهم كملوا ماتش ما كاين والو، ضربه جزاء تحيدات كوفرو بزاف. والنادي اللي كيكون لاعب ضد الوداد كيسيف لهم حكم بالزربه، مشكل تسللات ما كاينينش، فهمتيني؟ وهذا هو المشكل اللي عندهم. كنطالبوا ماشي من الرئيس ديال الوداد، كنطالبوا من الجميع دير شي حل لهذا المشكل هذا، ولا غتكون شي انتفاضه من الجمهور خايبه. ما وصلوش لهذه الانتفاضه ولا حنا الجمهور كنحترموا، حنا مقدرين بزاف ديال الحوايج، والبشر والناس المسؤولين ديال كره القدم ما بغاوش يقدرونا اخويا، راه بزاف قهرونا صاحبي قهرونا. واش حنا مريحين كنتفرجوا كنتعصبوا وكنتفرجوا الماتشات ديال اوروبا صاحبي لا علاقه لهم بالتحكيم بالمغرب. واش يبغون ولا بغينا حكام اجانب، يجيبون حكام من دول افريقيه جنوب افريقيا، يجيبون حكام من السنغال، يجيبون حكام من موزمبيق من زامبيا. طلع الحكام واش حكام صاحبي مقاري ما مدوز لا ستاجات لا فورماسي ديال التحكيم، حكا هو موظف مسؤول شخصيه اجي تحكم لينا الماتش، ما يمكنش. الحكم اليوم ما عندوش شخصيه، كيدير اغلاط كبيره وكيبتسم اللعابه وجههم. وشكرا هو الشيء اللي كاين. كتحمل اليوم الهزيمه ديال الوداد بالتحكيم 100% التحكيم. انتداب الوداد لعبت 90 دقيقه، بركان رجعت اللور ما طلعتش البوطو عندنا. التحكيم 90 دقيقه هو ضد الوداد، حتى الاخر الانفاس ديال الوداد دقيقه 93 هو ضد الوداد. الحكم ارتاح، بركان رجعت اللور صافي قداش غلط، ما حد الحكم قدا غلط. الوداد اليوم ما لعبوش لا الوداد اليوم ما لعباش، عندهم هما طوال راه ما خلاوش كره. الوداد اليوم ما لعباش، هدف ما سجلنا هدف وقال لك حكم ضربه خطا في الكار، لعب نقص راسه في الكار يطيح قال لهم ضربه خطا. اي حاجه كدير الوداد ضدها كيجي الحكم كيجري كتكون مستهدفه صافي. كاين استهداف كبير، حنا راك عاينا. شوف حنا كجماهير الوداد الرياضي كاعين بزاف على الحكام، الكره راه غادا مزيان. حنا كمنتخب وطني كات فينال وكذا والشهره وهذه راه عيب. 24 دوله في جميع انحاء العالم كتتابع المباريات ديال الوداد وكتشوف هذه المهزلات الكرويه، راه عيب. تعتبر شي مهزله من طرف هذه مهزله من طرف التحكيم، والجامعه خاصها دير لنا حل. سالينا الجامعه خاصها دير حل، ماشي الوداد. راه بزاف ديال الانديه مستهدفين، الدوري باغي نعطيوه لواحد الانديه بلا ما نسميهم، راه باينين شكون هما الانديه. كاين جوج انديه في المغرب خاصهم ياخذوا الدوري ويتنافسوا عليه، راه ما يمكنش. سالينا عندها تاريخ، عندها فريق. الوداد كيبقى من اكبر الفرق في المغرب وفي العالم، الوداد مشارك في كاس العالم ديال الانديه وبزاف مقدم على تظاهرات كبيره الوداد. اما البطوله راه كتبقى شي حاجه خضره فوق الطعام. حنا راه كنلعبوا دوريات كبار، حنا دابا على بالناش البطوله هذيك 600 مليون ولا 560 انتدابات كبار. حنا جايبين لعابه ب 6 مليار 3 كنخلصوهم، راه ما يمكنش البطوله غتدعمنا بهذوك الفلوس. راه جوج لعابه عندنا راه كاين 6 البطولات يلعبوهم هنايا في المغرب، وما تجي وما غتخلصش بهم دوك اللعابه. الرساله الاخرى هي الجامعه دير لنا حل مع الحكام، راه هما كيتحملوا المسؤوليه. الا كانت شي حاجه من طرف الجماهير راه هما اللي دايرين الاسبابات، وهذيك الويكلو يحيدوها الوداد هي سبب التهراس ديال الوداد. الله يرحم الوالدين، هادشي اللي كنطالبوا حنا صافي. كيبقى الوداد راه فريق كبير بالنجوم ديالو. الوداد كيبقى من احسن الانديه، راه عنده القاب فرديه راه كدا و40 كدا و50 لقب فردي، ومشاركات قاريه وكاس محمد الخامس وبزاف ديال الحوايج، وثلاث مشاركات في كاس العالم ديال الانديه. حنا راه كنبقاو اكبر فريق في المغرب. عندنا الوداد خاص رئيس يكون قوي. لا شوف ايتمنى داير خدمته مستهدف، ايتمنى مستهدفينه بزاف ديال الناس.
يتمنى خدام مع الوداد هو مسي